منتجة فنية عملت مع نجوم الطرب ومقدمة برامج وصاحبة مركز تجميل، وتم ضبطها تقود عصابة لتصنيع المخدرات بمضبوطات بلغت 420 مليون جنيه. 13 معلومة عن سارة خليفة. في البداية هنقول اتولدت سارة خليفة في 29 مارس سنة 1994 في محافظة القاهرة. عملت سارة خليفة بالإعلام لأول مرة في قناة ERT، وقدمت بها برنامج من القاهرة على مدار 3 سنوات. انتقلت سارة خليفة إلى الشرقية العراقية وعملت بها لمدة 5 سنوات. وقدمت سارة خليفة برنامج ترند على قناة 10 واستضافت فيه نجوم الفن والطرب. شاركت سارة خليفة خلال عملها الإعلامي في تغطية فعاليات مهمة جدا، منها مهرجان الفضائيات العربية ومؤتمر الوحدة العربية. دخلت عالم الإنتاج الفني وتنظيم الحفلات والمؤتمرات الإعلامية بدول الخليج عام 2021، وأسست شركة سارة برودكشن. جمعها علاقة صداقة وعمل مع عدد من نجوم المهرجانات، من بينهم عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا، ونظمت لهم حفلات في دبي. قدمت سارة خليفة سنة 2024 برنامج مع مؤدي المهرجانات حمو بيكا، برنامج بعنوان سارة وبيكا، استضاف خلاله عدد من المشاهير. تم عقد قرانها على لاعب كرة قدم شهير عام 2016 لمدة 6 أشهر، ثم تم الانفصال. افتتحت سارة خليفة مركز تجميل وظهرت فيه تستقبل العديد من نجوم الفن والمشاهير. تخطى عدد متابعيها على انستجرام 3 مليون متابع. تم التحقيق معها في قضية تزوير توكيل اتهم فيها مطرب شعبي شهير. تتنقل إقامتها ما بين القاهرة ودبي لمتابعة عملها في الإعلام وتنظيم الحفلات.